اتأكدت شكوكنا يا أصدقائي إن بيبونة بنت صوفيا هي نفسها حليمة بنت بالا وعثمان، واتضح إن حليمة كانت مخطوفة واللي خطفتها صوفيا اللي اتنكرت في زي سيدة تركية وأخدت حليمة وربطها على كره الأتراك والانتماء للبيزنطيين. في الحلقة الجاية هتكتشف بالا إن حليمة عايشة وهيكون همها هي وعثمان استرداد بنتهم حليمة. يا ترى هيقدروا يرجعوها؟ ولو كده هتكون المواجهة بينهم ازاي؟ لأن صوفيا أكيد ربطها على كره الأتراك. هنشوف كم مشاعر مختلطة وصراعات نفسية بين بالا وحليمة وصوفيا الحلقات الجاية. من ناحية تانية تأكد السيد عثمان إن في خائن بينهم ومش هيخرج عن بيهان أو بيجوم أو غنجار، لكن الشكوك كلها راحت للسيدة بيجوم لأنها قابلت قراصي أكتر من مرة غير الشكوك اللي قبلها من جرقطاي وبوران والغيرة ما بينها وبين بالا، فدوافع الخيانة كبيرة عندها. لكن غنجة عارفة إن بيجوم بتحب عثمان ولا يمكن تخونه، فهل هيكون لها دور في تبرئة بيجوم بعد سجنها؟ من المؤكد يا أصدقائي إن بيجوم هيتم تبرئتها، ولكن إزاي عثمان هيثبت الخيانة على السيد غنجار؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله، تابعون.